العلاقات الناجحة في الأكل فيتامين سي والحديد. دايما بتسمع لفظ أنيميا، أنا عندي أنيميا، حضرتك عندك أنيميا، ده بيحصل خلل أثناء الدورة الشهرية في كمية الدم اللي بتنزل فعندك أنيميا فبتجري على الحديد. تبدأ تاكلي مصادر الحديد زي السبانخ وزي البتنجان وزي التفاح وزي البنجر اللي بنسمعه كتير في فيديوهات كتير، وبننسى حاجة مهمة جدا، ان امتصاص الحديد مرتبط ارتباط وثيق بفيتامين سي. هل سيادتك بتاخدي مصدر من فيتامين سي ولا لا؟ كان في كده حاجة زمان، اهالينا زمان دايما يقول لك خد معلقة العسل الاسود عليها ليمونة. هل الموضوع ده طبيا؟ هو طبيا فعلا صح، اداكي مصدر فيتامين سي اللي هو الليمونه، واداكي مصدر للحديد هو العسل الاسود، فبالتالي سيادتك استفدت. فما تجريش على مصادر الحديد وانت عندك خلل في فيتامين سي. فيتامين سي المصدر الرئيسي بتاعه الجوافه، الفلفل، الكيوي، ثم الحمضيات البرتقال والاستفندي والليمون، كل دي حاجات غنيه بفيتامين سي، ضيفها على الحديد هتبقي مستفيده. عشان تعالجي مشكله من المشاكل دي احنا في عيادات جولدز كلينيك، سيبي لي الرساله، هنتواصل معاكي، هنحدد الميعاد اللي هنتقابل فيه عشان نحل ونوطد العلاقات اللي ليها علاقه بالاكل.